في الفيديو ده هنتعرف على شوية أساسيات مهمة جدًا، هنكمل التقطيع بتاعنا ونفهم إزاي بنبدأ إن إحنا نرص الداتا بتاعتنا، بس في حاجة مهمة جدًا هنفهمها هي فكرة تزامن الصوت وكام أداة كده ممكن تلخبطنا. إن شاء الله هنبدأ إن إحنا نعمل تمرين أكتر عليهم عشان ما نتلخبطش في اللي جاي كله بإذن الله، فركز معايا كويس جدًا، مشروب اللذيذ بتاعك ويالّا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله أنا عمرو عطلة، وبسم الله الرحمن الرحيم برضو عشان نزود أكتر تمرين على إيدينا إن إحنا نبدأ من الأول خالص، فهنبدأ مشروع جديد ومعانا داتا جديدة عن اللي إحنا اشتغلنا عليها قبل كده، ففي تكنيك دلوقتي مختلف عن الفيديو اللي قبل كده إن إحنا نشتغل على فيديو لايف مش فويس أوفر، والداتا هتكون سايبها لك في الديسكربشن في وصف الفيديو تحت، وهنعمل تشينج لوكيشن، نختار مكان الداتا بتاعتنا وندوس كرييت، وبسم الله الرحمن الرحيم الواجهه بتاعتنا هنبدا نحط داتا. هروح بس على ايديت كده عشان احنا قلنا مش هنتعرض على الميديا او الكات دولت عشان ما نلخبطش نفسنا دلوقتي خالص، وهبدا اجيب الداتا بتاعتي ده زي ما انت شايف كده ايه ملخبطه على بعضيها. انا هدخلها جوه البرنامج وارصها في بنز. انا دخلتها زي ما انت شايف كده بتقسيمه لذيذه جدا، ان انا عندي دلوقتي اي رول اللي هو الفيديو الاساسي بتاعي، والبي رول ده البي رولز اللي انا هدخلها اطعم بيها الفيديو بتاعي اللي هي الانسرتات، وفي شويه اسيتس كده هستعين بيها، شويه جرافيكس وسكرين شوت وحاجات كده، وعندي الفويس اوفر وده هنشوف دلوقتي ازاي نبدا نعمل تزامن على الصوت مع الصوره. بالاضافه برضو ان في فولدر للساوند افكت. بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو ده اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي هو بالطول 1080 بالطول، فانا عايز اظبط البروجكت بتاعي او التايم لاين بتاعي. فزي ما اتفقنا بنروح عندنا في الترس اللي تحت هنا ده كده دوس عليه، والريزوليوشن بتاعي هنا 1080 تمام اللي هو اتش دي، بس اللي متغير عندي ان هو ايه فيرتيكال ريزوليوشن يعني بالطول، والفريم بير سكند بتاعي انا مصور على 25 فريم بير سكند، وبقول له سيف. ممتاز جدا كده، احنا ظبطنا التايم لاين بتاعنا. هنبدا نجيب الفيديو بتاعنا الاساسي اللي هنبدا نشتغل عليه، وباخد الفيديو كده وبرميه عندي في التايم لاين. اول حاجه جديده بالنسبه لنا في نوعيه الفيديوهات دي ان انا دلوقتي عندي صوت متسجل لوحده بمايك خارجي، وصوت الكاميرا نفسها او صوت الفيديو نفسه. فالصوت اللي متسجل ده عايزه يمشي مع نفس الصوت اللي هو بتاع الكاميرا او الصوره بتاعتي. ففكره انك تعمل تزامن ما بين الصوت والكاميرا، او ممكن الصوت واكتر من كاميرا، ممكن يكون عندك 3 كاميرات مصورين نفس المشهد، فانت عايزهم كلهم يبقوا ماشيين على نفس تراك الصوت. بيتم بحاجه بسيطه جدا، خطوه بسيطه جدا بالنسبه لنا هنا كده. ده الفيديو بتاعنا طبعا الزوم ان او زوم اوت الت وسكرول بالماوس البكره بتاعت الماوس. هروح على الفي او فولدر بتاعي، اجيب الصوت بتاعي اللي هو متسجل من المايك بتاعي واحطه كده. يعني انا حطيته بشكل عشوائي طبعا، زي ما احنا قلنا ان انا ما برميش على الصوت الاساسي بتاعي او على حاجه قبل كده عشان ما امسحهاش. هنا الفكره بمنتهى البساطه، عشان البرنامج يعرف يعمل تزامن لازم يكون عنده صوتين او 2 ويف فورم او اكتر من ويف فورم عشان يبدا يحللهم ويخليهم يمشوا مع بعض. فبالنسبه لي صوت الكاميرا ده انا مسجل صوت في الكاميرا بس عشان ايه؟ اعرف اقول له خد الصوت ده مع الصوت الجديد اللي انا مديهولك وركبهم على بعض، خليهم يمشوا مع بعض في نفس التوقيت، وانا هتصرف بقى عايز اكتم ده اشغل ده، دي بتاعتي بقى في المونتاج. فاول حاجه اتاكد انك مش هتمسح الصوت بتاع الكاميرا اللي هو الصوت الاساسي اللي هو الفيديو بتاعي ده، الصوره بتاعته والصوت بتاعه A1 و V1 مش همسحه، ممكن اكتمه خليه معايا، هحتاجه ما احتاجوش هو موجود معايا مش هيضرني في حاجه. وهاجي على الاثنين كده او ايا كان عدد الفيديوهات او الاصوات اللي انا عايز اعمل لها تزامن، المهم ان هم يكونوا شغالين في نفس الحدث او متصورين في نفس الحدث عشان لما يطابق الويف فورم مع بعض يلاقي تشابه ويبدا ان هو يركبهم على بعض. وباجي هنا كده كليك يمين بلاقي عندي اوبشن اسمه اوتو الاين كليبس، بيجي هنا يقول لي انت عايز تعمل التزامن بناء على ايه. بنسبه كبيره هنا ان احنا بنيجي نعمل التزامن على الويف فورم اللي احنا قلنا ايه ده، طبقه الصوت اللي كانت شغاله بيبدا ان هو يقارن الاثنين مع بعض ويحطهم مع بعض في نفس التوقيت، ده الويف فورم. في حاجه تانية اسمها تايم كود، ودي في الكاميرات والمايكات الاحترافيه شويه بتبدا ان انت تبدا التايم كود دوت او زي حاجه كده زي التايمر بتاع التصوير في نفس الوقت، بحيث ان هو لما يجي على برنامج المونتاج اقول له اشتغل على التايم كود فهو يركب التايم كود مع بعض، بحيث ان ممكن يكون طبقه الصوت مختلفه او ممكن يكون كاميرا ما بتسجلش بصوت، فدي احترافيه شويه بحيث ان هو بيزامن هنا على التوقيتات. بس الغالب اللي احنا بنشتغل بيه عموما هو الويف فورم. والتراك بقى هنا بيقول لي انت عايزني احلل انهي تراك عشان اطبقه بالباقيين. يعني لو انا مش عايز اخش في معضله او اوجع دماغي باجي هنا كده والاقي عندي في اوبشن اسمه اوتوماتيك، وده بمنتهى البساطه هو اللي بيتعامل مع نفسه يشوف ايه الافضل ويشتغل عليه، واقول له ايه سينك كده بيبدا يحمل شويه وزي الفل كده عمل تزامن. بص ركب طبقه الصوت اللي هي النقيه
اللي هي في اوديو 2 مع الصوت اللي هو ايه بتاع الكاميرا بتاع الفيديو بتاعي، بحيث بالنسبه لي دلوقتي ايه ده الصوت النقي ده الصوت اللي مش نقي. فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اكتم طبقه الصوت بتاعه ايه اوديو 1 اللي هو الفيديو الاساسي. هو خلاص انا مش عايزها دلوقتي، ممكن امسحها او ممكن امسحها، بس يعني يستحسن خليها معاك على قدر الامكان، ما تمسحش حاجه، خليها معاك ممكن تحتاجها بعد كده في اي ظرف ما. فبنعمل لها بس ايه ميوت عشان يبقى معانا دلوقتي الفيديو ده. بص هنا كده ده الفيديو الاساسي بتاعنا، واحنا فهمنا فكره الدول سكرين مود ده. لو انا مش عايز اشوف الاثنين اللي هو السورس مونيتور والتايم لاين مونيتور، ممكن اجي عندي من فوق هنا كده علامه دي كده المكان ده الايكون دي، خليها سنجل فيور مود، فبشوف التايم لاين بتاعي بس عشان ما لخبطش نفسي بالسورس مونيتور. وعملت بلاي وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد. تمام، هي الجمله دي اللي انا عايزها اللي بقول فيها وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد. برضو مراجعه وتحسينا في الاداء، انا عايز دلوقتي ابدا اقطع بسرعه ويبقى عندي مرونه اسرع بكتير من ان انا اقطع بالبليد تول وبعد كده اشد واضم والحاجات دي كلها. فكره ان انا دلوقتي لو انا عايز اقطع هنا، انا بجيب ايه؟ بجيب البليد تول بتاعتي اللي هي شورت كات زرار البي، وباجي عند المكان اللي انا عايز اقطعه وبدوس على المكان ده كده. فلو بصيت كده انا دلوقتي قطعت ايه؟ قطعت حته واحده بس. انا لا، انا عايز اقطع كمان معاها الصوت، لان انا دلوقتي الاثنين دلوقتي ماشيين مع بعض، ما ينفعش اقطع واحد واسيب الثاني وامسح واحد واسيب الثاني، لا، كل حاجه دلوقتي بتتعامل معامله جروب مع بعض. هجيب البليد تول تاني وهاجي هنا كده وهقوم قاطع، فقطعت قطع كمان. وكذلك برضو هنا هقطع هنا مره وتحت كمان مره. دلوقتي فصلت الحته ديت اللي هي الجمله بتاعتي اللي انا عايز اخدها استخدمها باسلوب اخذ مني وقت مع كل الفيديو بقى ده وفيديوهات تانية، وممكن يكون فيديوهات اطول من كده بكتير هياخد مني وقت احنا في غنى عنه. فكنترول زد كده، وفي شورت كات حلو جدا ده عود ايدك عليه. هرجع تاني على السلكشن مود بتاعي وهاجي اقف عند الجمله بتاعتي، والشورت كات برضو هو من البليد اللي هو الشورت كات البي، بس بزود معاه كنترول، بدوس كنترول بي، قطع عند الحته دي كلها. اي حاجه على التايم لاين قطعها. وهنا برضو ملحوظه مهمه جدا، انا ما كنتش مختار اي حاجه على التايم لاين، فهو هنا قطع كل اللي هو شايفه. لو انا كنت مثلا واقف على التراك بتاع الصوت اللي تحت ده كده ودوست كنترول بي، بص كده هو قطع ايه؟ قطع التراك اللي انا كنت واقف عليه. لا، انا لو عايز اقطع كله مره واحده كنترول زد كده، بتاكد ان انا دايس بره كده مفيش اي حاجه مختارها في التايم لاين، وهاجي هنا كده وادوس كنترول بي، انا قطعت كله مره واحده على التايم لاين. فانا خدت الجمله بتاعتي الجزء اللي انا عايزه هنا ده كده. طب حلو جدا. حاجه كمان مهمه جدا برضو هي فكره ان انا اضم التراكات كلها مع بعضيها مره واحده. قبل كده كنا بنعمل ايه؟ بنيجي على الجزء الاولاني ده من الفيديو انا مش عايزه، بختاره كده مع بعضه وادوس على باك سبيس شاله، بس عايز اضم الباقي ده كله على اول التايم لاين بتاعي. هبدا اختار كده كله واشده واحط عندي على اول جزء او اول ثانيه في التايم لاين. يعني اسلوب مش عملي، لان انا دلوقتي عايز اعرف حاجه عمليه اكتر. كنترول زد. فكره الريبل ديليت، يعني ايه ريبل ديليت؟ يعني اقطع وضم الفراغ. ففي العادي في برنامج دافينشي الريبل ديليت ده بيتم بزرار شيفت وباك سبيس. احنا كنا بنمسح ازاي؟ بندوس على باك سبيس. لكن اللي هيزيد معانا دلوقتي لو انا عايز اعمل الريبل ديليت دوت، ان انا بدوس على شيفت وباك سبيس. بص عمل ايه؟ ديليت وضم. بالنسبه لي برضو لو انا عايز اتعرف على حاجه اكسترا اضافيه هتفيدني بعد كده، فكره الشورت كاتس بتاعتي. الشورت كاتس لو انا عايز اغير حاجه حسب احتياجي او حسب مرونه ايدي اللي انا برتاح فيه، باجي عندي كده فوق في دافينشي وبلاقي عندي حاجه اسمها كيبورد كاستمايزيشن، بيفتح لي كل الشورت كاتس اللي موجوده جوه البرنامج، بحيث ان انا ايه عايز اشوف امر معين الشورت كات بتاعه ايه عشان اتعود عليه فاعرفه من هنا. او لو انا عايز مثلا اغير اي امر بشورت كات انا محتاجه عشان ده اللي هيبقى اسهل لي في التعامل، بخش عليه كده. بالاضافه برضو ان انا عندي هنا في كاستمايزيشن ان انا ممكن اعمل اكتر من شورت كات حسب الشغل بتاعي او حسب عدد الناس اللي شغاله على البرنامج. ممكن يكون عندي اكتر من اديتور شغالين على نفس الجهاز، فكل واحد ليه الشورت كاتس بتاعته فبيخصصها من هنا. غير ان انا بلاقي عندي في شورت كاتس من برامج تانية، لو انا جاي من البريمير او فاينل كات بلاقي عندي شورت كاتس اللي هي قريبه من البرامج التانية. زي في البريمير ان انا بعمل ديليت بدوس على ديليت. في دافينشي هنا المسح زي ما اتفقنا ان هو باك سبيس. طب انا لو عايز اخليها ديليت زي ما كنت بعملها في البريمير، اتاكد ان انا مغير الكيبورد على كيبورد البريمير بحيث تبقى كل حاجه مشابهه بنسبه كبيره من البريمير. طيب انا لو انا عايز اعمل امور خاصه بي، انا زي ما انا كده جيت عندي في عمرو هنا كده عملت كيبورد شورت كات خاصه بيا، باجي مثلا عند الامر اللي احنا جايين نغيره اللي هو ريبل ديليت، باجي على السيرش هنا كده واكتب اسم الامر ريبل ديليت. انا ما كملتش الاسم، بلاقي ان هو ظهر عندي كده في السيرش بتاعي. الامر بتاعي بالنسبه لي اللي هو في اديت في التايم لاين اسمه ريبل ديليت. انا بمسح مثلا الامر القديم واجي كده هو منظلل بالاحمر وادوس له على الامر الجديد. ممكن اعمل اكتر من زرار، يعني ممكن كنترول اكس ايا كان بقى، بس ما اجيبش امر مشابه لامر هو موجود. كنترول اكس بيعمل اللي هو ايه كات، فاكس بس انا بالنسبه لي ده قريب من ايدي وسهل التعامل بيه، فبدوس على الزرار ده من الكيبورد كده انا غيرته. وممكن اعمل سيف للامر ده كده، او ممكن بعد ما اغير اكتر من حاجه بقى مع الشغل والممارسه
ممارسه في دافينشي. الكيبورد بتاعتي ديت انا عايز احفظها على طول، بحيث اي مره بخش اشتغل بيها او اي مره باخد البرنامج بتاعي او البروجكت بتاعي اشتغل في جهاز تاني تبقى معايا الكيبورد شورت كاتس بتاعتي. باجي فوق هنا كده زي ما شفنا من شويه، بلاقي عندي جنب الاسم كده في 3 نقط، بدوس على سيف از نيو بريسيت، بحيث دلوقتي لو انا دوست عليها كده بيقول لي انت عايز تسمي الكيبورد بتاعتك دي ايه، اسميها زي ما انا عايز. بحيث برضو معلومه حلوه جدا ليك تعرفها، ان انت لو عايز تاخد الكيبورد شورت كات ده، فلنفترض مثلا اللي انا عملت دوت وسميته باسمي، عايز اخده معايا على جهاز تاني، يعني له على جهاز تاني، ما اقعدش اخش على الجهاز التاني واغير وكل الموضوع ده. باجي عندي هنا كده اكسبورت بريسيت، واختار الكيبورد اللي انا عايز اطلعه، اللي هو بالنسبه لي هنا ده عمرو كده. بيقول لي عايز تحفظه فين، فبحفظه عندي على الجهاز. لما افتح الدافينشي على اي جهاز تاني وهاجي هنا ادوس على امبورت بريسيت، فبيدخل لي الكيبورد كاستمايزيشن بتاعي على البرنامج زي هو اللي انا عملته في الجهاز القديم. دلوقتي خلاص خلصنا، عملنا التغيير بتاع امر ريبل ديليت، ودي حاجه ترجع لك، انت عايز تظبطها بزرار الاكس تمام، عايز تسيبها زي ما هي شيفت باك سبيس برضو تمام، اللي انت بترتاح فيه تمام. بس فهمنا المبدا العام، عشان هنخش دلوقتي ايه نقطع بشكل سريع بالكيبورد كاستمايزيشن اللي هو ايه شورت كاتس بس، مش هنحتاج بقى نروح على الاداه ونرجع ونجيب وبتاع، لا. وبما ان احنا دلوقتي شغالين على فيديو فيرتيكال، ودافينشي في النسخ الحديثه اللي هي 20 وان شاء الله يعني فيما فوق، فاضافوا عندنا في البار اللي احنا قلنا عليه ده، اللي هو القاسم معانا التايم لاين بالاجزاء اللي فوق، في البار دوت اخر جزء فيه على اليمين خالص كده حاجه اسمها اكسباند فيو. لو دوست على الامر ده كده فتح لي الشاشه، بدل بص نفس الامر اهو بقى دلوقتي موجود هنا، هو في اخر البار عشان ما تتلخبطش، انت المفروض هتروح تدور عليه فين في الاخر هنا، لا هو خلاص البار بقى اخره هنا دلوقتي بقى اسمه شرينك فيو. لو دوست عليه كده رجع لي الفيو بتاعي اللي هو ايه الديفولت بتاعه، لا انا عايز اشوفه بالطول بقى فيرتيكال عشان انا شغال فيرتيكال دلوقتي. فهاجي على اخر البار كده واعمل اكسباند فيو، فبشوف الفيديو بتاعي بالطول كده، اسهل لي لو انا بشتغل على فيديوهات بالطول. احنا عاملين دلوقتي فيديو ريل. حاجه كمان فكره الفيو بتاعي اللي هنا ده، يعني انا في التايم لاين بتاعي لو عملت زوم كده بشوف التايم لاين بتاعي افضل، او الويف فورم بتاعي افضل بالشكل ده. لو انا عايز اكبر الويف فورم من تحت كده اديها وسع شويه، اعمل لها زوم بقى بس بالطول، باجي زي ما شفنا قبل كده، باجي على اخر الشريط بتاعي ده كده على الشمال وعلى الجزء ده كده، وابدا ادوس واشد كده فبوسع التراك ده. طيب في شورت كات برضو بيسهل الامر بشكل سريع جدا، هو فكره الشيفت. لو انا واقف مثلا على التراكات اللي تحت ده كده ودوست شيفت وسكرول بالماوس كده، بص بوسع كل تراكات الاوديو مره واحده. وبالمثل لو انا طلعت فوق على تراكات الصوره ودوست شيفت ووسعت كده، بوسع التراكات كلها مره واحده، وده بيدينا مرونه اسرع. لو انا مثلا عايز اشوف التراكات مره واحده كده شيفت وابص الجمله تمام، قطعت عند بدايه الجمله هنا ونهايه الجمله هنا، ممتاز جدا. طيب شيفت تاني وضم، وكذلك فوق. من الحاجات برضو اللي نعرفها هي فكره ان انا الكاستمايزيشن بتاعي ده اللي انا بظبط بيه التايم لاين بتاعي ده، ممكن يديني كنترول اكتر فين في الجزء اللي في الاخر على الشمال ده. بقف عليه شويه كده بيقول لي ده تايم لاين فيو اوبشنز، لو دوست عليه كده بيقول لي كل الاوبشنز اللي ممكن استخدمها واعمل بيها التايم لاين ده. زي مثلا ان انا اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي التراك هايت، اللي هو الارتفاع بتاع التراك بتاعي اللي هو الفيديو ده كده. بص لو بوسع السلايدر ده بوسع الفيديو الهايت بتاعه. الاوديو نفس الفكره اللي احنا شايفين دلوقتي اللي هو شيفت واسكرول بالماوس. بلاقي عندي برضو من الاوبشنز اللي هنا اللي هو الديسبلاي بتاع الويف فورم بتاعي، لو انا عايز اشوف طبقه الويف فورم بتاعي بالشكل ده، ممكن اشوف برضو الويف فورم بالشكل ده لو انا عايز اغيرها. بس افضل حاجه ان انت تشوفها اللي هو النون ريفلكتد ويف فورم ديت، بحيث ان هو ده الغي بس الاوبشن ده كده، ده بيدي لك افضل رؤيه للويف فورم بتاعك الليفت والرايت. دي حاجه برضو حسب ارتياحك وحسب المشروع اللي انت شغال عليه. برضو من الحاجات اللذيذه جدا ان انت الفيديو الثامنيل فيو، ففي بالنسبه لنا هنا الفيلم ستراب اللي هو ايه مبين لي الفريمز اللي جوه الفيديو بتاعي ده كده. لو انا عايز الغيها اخليها ثامنيل بس، بحيث يوريني بس اول فريم واخر فريم، مش عايز يوريني كل الفريمات اللي جوه. مفيده في بعض الحاجات وبعض الحاجات لا، بس انا بحب دايما اشوف الفيلم ستراب بتاعي اللي هو كل حاجه، عشان ممكن يكون في قطعه معينه حته معينه انا شاورت فيها ظهر فيها حاجه معينه، الكلاك بتاع الفيديو ظهر فيها، فابقى شايف الفريمز كلها في النص، شوفش اول فريم واخر فريم بس. وكذلك برضو هنا بالنسبه لنا في حاجه ان احنا ممكن نفتح اكتر من تايم لاين في نفس المشروع، يعني نفس الفيديو دوت ممكن اعمل له اكتر من فيرجن. بالنسبه لي هنا انا عامل تايم لاين، فعايز اشوف التايم لاين ده اهو، عايز اعمل كمان واحد، ممكن اعمل بلس كده وازود تايم لاين. بص الدنيا فضيت، كل حاجه راحت، لا هي ما راحتش، هي ايه انا عملت واحد جديد. الجديد ده بقى اقدر اظبطه، اغير الريزولوشن بتاعه، اغير كل حاجه فيه، اغير البروجكت
اعمل حاجه تانية واخد من ده احط في ده، فممكن اعمل اكتر من تايم لاين. فانا ابقى شايفهم ازاي بجيبهم من هنا، حته اللي هو ديسبلاي ستاكت تايم لاينز دي. دلوقتي انا طفيتها ومش شايف التايم لاينز، فعايز ارجع للتايم لاين بتاعي. هشغلها تاني كده وهروح على تايم لاين 2 اللي هو المشروع بتاعي، انا مسميه تايم لاين 2. تمام، عايز اقفل واحد اشغل واحد عادي جدا. عشان نيجي دلوقتي انا عايز ابدا اقطع بشكل سريع زي ما احنا ظبطنا الامور كلها. ممكن اطفي الانسبكتور بتاعي من فوق ده هنا كده عشان واخد مساحه، ممكن اطفيه هنا كده ادوس عليه وسعت لنفسي. بس انا دلوقتي بعمل ايه؟ كات. الانسبكتور ده لسه ما جبنا لهوش في حاجه لغايه دلوقتي. هختار كده كل اللي في الاول ده وادوس اكس ريبل ديليت. شفت الكلام؟ بعد كده بشوف الجمله اللي بعدها اللي بقول فيها دافينشي ريزولف، هعمل زوم كده والبلاير هيد واقف عند بدايه الجمله. ممتاز. كنترول بي قطعت، اختار كل اللي في النص دوت انا مش عايزه، اكس ريبل ديليت، واجي في اخر الجمله اللي قلت فيها دافينشي ريزولف وهاجي هنا كده كنترول بي قطعت واشوف اللي بعدها. زوم ان بقى وزوم اوت، وعايز اسكرول في التايم لاين بدوس على البكره بتاعت الماوس واتحرك واخش على الجمله اللي بعدها. اخر الجمله دوس كنترول بي، اول الجمله كنترول بي. كل اللي في الاول ده انا مش عايزه، الحته دي كلها ده محاولات خاطئه في الكلام بتاعي، اكس ريبل ديليت. وهكذا انا هبدا اقطع الجمله بتاعتي او الريل بتاعي ده. طيب حاجه تانية مهمه جدا بقى دلوقتي ممكن تلخبطنا، بس ان شاء الله مش هنتلخبط عشان هنعرفها دلوقتي باذن الله. فكره ان انا عايز اقطع حاجه معينه، فلنفترض مثلا ان انا قطعت اول جمله هنا بالغلط، عايز ازود جزء في الاول الجمله بتاعتي هنا كده. فانا لو عايز اقطع حته من اخر الجمله دي كده بختارها وهاجي على اخرها كده وهبدا ادوس واشد عشان اقطع. فبلاقي اللي بيحصل معايا هو انا بقطع ودي بتيجي معايا ليه؟ لا انا عايز اقطع واحده بس، التانية دي مش عايزه تتحرك معايا. وهنا كنترول زد. هنا خلي بالك من شكل الماوس وانت بتقطع. لو الفيديوهين لازقين في بعض كده بالنسبه له هنا كده، لو وقفت في النص الماوس دلوقتي ايه، بص في قوسين، قوس يمين وقوس شمال، ده معناه ان انا بقطع من ناحيه وبزود في الثانيه. لو انا اتكيت دلوقتي وشديت هو انا بقطع من على الشمال وبزود من على اليمين. انا مش عايز اعمل النتيجه دي، انا عايز اقطع من ناحيه واحده بس، هقطع من على الشمال شويه، هقطع كام فريم كده. فاختار كده والماوس على الشكل قوس واحد اللي هو القوس الايه باصص ناحيه الشمال. هدوس دلوقتي واشد فبلاقي عندي ايه، ان انا بقطع من ناحيه واحده. وبالمثل لو انا جيت على مثلا الناحيه اللي على اليمين دي، الماوس دلوقتي القوس اللي باصص على اليمين، فانا هقطع يمين بس، اتكه واشد. فده مهم جدا عشان ما تلاقيش نفسك وانت شغال كده عايز تقطع حته فبتشد ايه ده، هم جايين مع بعضيهم ليه كده. وحاجه كمان لو خدت بالك دلوقتي انا اخترت الفيديو بس، الاوديو اللي هو المفروض ماشي معاه ما اخترتوش، فهو ما جاش معانا في القطعه دي. فانا ممكن اقطع كده والاقي ان في عندي لخبطه حصلت في الصوت. بعد كده اتاكد ان انا مختارهم كده مع بعض وهاجي اتكه واشد، دلوقتي كلهم ماشيين مع بعض. حاجه كمان برضو ده شورت كات تكتبه عندك كده مهم جدا، فكره ان انا عايز مثلا الجمله دي كده عايز ازود منها حته بس مش عايز اقطع من اللي على الشمال، يعني انا عايز ازود من الجزء اللي على اليمين ده حته كده ناحيه الشمال، بس لو جيت قطعت كده هو هيقطع من على الشمال. لا انا عايز اوسع لنفسي شويه، ازق دول كده شويه على اليمين عشان يبقى عندي مساحه وقت فاضيه ازود فيها. ففي العادي كنا هنفكر نعمل ايه، هنيجي كده نعمل زوم اوت بالتايم لاين، التو سكرول بالماوس، وهختار كده كل الجزء اللي على اليمين ده كده مره واحده واشدهم شويه كده. عشان اعمل ايه، اختار ده كده زوم ان وازود الجزء اللي انا عايزه كده. ولنفترض ان انا عايز اقطع بقى الفراغ ده. في حته برضو مهمه جدا، فكره ان انا اختار الفراغ. بختار الفراغ ازاي؟ شايف التظليله اللي بتحصل معايا دي كده، ده كده لو دوست على الفراغ كده، ده كده انا بختار الفراغ اللي ما بين ده وده، سواء في الاوديو او في الفيديو. اي حته طالما في تظليله حصلت كده انا عملت سيلكشن الفراغ، وهعمل لها بالمثل ريبل ديليت برضو، اكس او شيفت باك سبيس حسب اللي انت عاملها ايه. طيب كنترول زد كده، ده التفكير الطبيعي. لا انا عايز اختار كل مره واحده وانا واقف مكاني. افرض انا عندي تايم لاين كبير في حاجات كتيره، في لخبطه كتيره، مش هقدر اختار كل اللي على اليمين مره واحده او اختار كل اللي على الشمال مره واحده. فالشورت كات دلوقتي اللي هو الت واي. الت واي ده بيعمل ايه؟ بيختار لي كل حاجه يمين البلاير هيد. بص كده الت واي اختار لي كل حاجه كده، زوم اوت، كل حاجه يمين البلاير هيد. طيب لو انا عايز اختار كل حاجه برضو اللي هي الشمال البلاير هيد، بدوس كنترول الت واي، فهو اختار ايه اللي هو واقف عليه واي حاجه في الشمال. يعني انا لو واقف مثلا هنا كده على التراك ده ودوست كنترول الت واي اختار لي كل حاجه شمال البلاير هيد. لو انا واقف على التراك ده ودوست الت واي بس اختار لي اللي انا واقف عليه وكل حاجه يمين البلاير هيد. فالت واي دوت سهل لي الموضوع بحيث ان انا ايه، نفس النتيجه اللي انا كنت عايز اعملها دلوقتي، ان انا احرك كل دولت باللي على اليمين كل مره واحده الت واي واشدهم معايا كده شويه، وابدا اختار ده كده وازود الكام فريم اللي انا كنت عايزه عشان اوصل في الاخر للشكل ده، ان انا بقى معايا التايم لاين متقطع، شلت كل الاخطاء والفراغات اللي موجوده عندي في التايم لاين. فده اللي انا عايزك برضو تتمرن عليه وتخش تجرب ان انت تعمل دلوقتي فيديو بالطول كريل وتشوف الفكره بتاعت الفيرتيكال فيديو دي كده، او تعمل
شرينك او اكسباند. ممكن اعمل اكسباند واخش عندي فوق كده اشغل الدول فيور مود، بحيث ان انا يبقى عندي السورس مونيتور وتايم لاين مونيتور بتاعي او البروجكت مونيتور بتاعي. عايز اطفيها تاني، ارجع الفيو بتاعي ده كده تاني، اشغلهم هنا. عايزك تخش لازم تتمرن على الموضوع ده بايدك، وخدها فرصه كده ان انت عندك كذا تمرين تشتغل عليهم، عشان اللي بعد كده هيبقى مبني على كل الاساسيات اللي احنا قلناها دي، فلازم نكون اتمرنا عليها كويس جدا. اتمنى انك تكون استفدت جدا من الفيديو. ما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو، بيساعدني جدا وبيشجعني جدا. وباذن الله مستني اشوفك الفيديو الجاي. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.